أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ بقصة من سنة 1897 عن سفينة روسية اسمها ديميتر تم تأجيرها علشان تنقل حمولة خاصة، والحمولة دي كانت عبارة عن 50 صندوق خشب هينطيروا من رومانيا لإنجلترا. لكن اللي كان مفاجئ لكل الناس إن السفينة لما وصلت كانت فاضية، الطاقم بتاعها كله كان مختفي. والفيلم ده بيحكي قصة الطاقم بتاع السفينة دي. يكون في الوقت ده في انجلترا قوات لشركة لسه مكتشفين سفينة ديمتر اللي اتحطمت من العاصفة والمية جرفتها لحد الشط، فبيروحوا بسرعة علشان يبلغوا رئيس الشرطة. ده بيخرج معاهم بسرعة علشان يشوف بنفسه أي معلومات عن السفينة ممكن تساعدهم يعرفوا إيه اللي حصل لها. ولما بيفتشوا السفينة بيكتشفوا السجل بتاع الرحلة اللي بتسجل عليه كل الأحداث اللي حصلت خلال السفينة. نرجع بالأحداث قبل اليوم ده ب4 أسابيع. بنشوف عربيات ماشية في الطريق ورايحين علشان يرفعوا الحمولة على السفينة. الحمولة دي كانت عبارة عن 50 صندوق مختوم بختم التنين. دلوقتي ده بنشوف القبطان إليوت وهو معاه حفيده الصغير توبي، وبيطلب منه يفضل في مكانه ما يتحركش لأنه هيروح يدور على رجالة تساعده في الرحلة. طاقم السفينة بتاعته ناقص. فلما بيروح القبطان ومعاه المساعد بتاعه وتشوك وبيعلنوا إنهم عايزين رجالة تنضم لهم مقابل عملات ذهبية، وناس بتبدأ تتلم وكلهم بيكونوا عايزين يشتركوا معاهم لأنهم طمعانين في الفلوس. وبعد شوية بيروحوا علشان يختاروا من الناس اللي تقدمت للشغل، وبيختاروا منهم 2 وبيكونوا لسه محتاجين واحد تالت. ساعتها وتشوك بيتعرف على واحد اسمه كليمنس وبيعرف منه إنه خريج كلية الطب، بيعرف يحدد الاتجاهات باستخدام النجوم وهيكون مفيد ليهم. لكن وتشوك بيقول إنه مش موافق لأنهم محتاجين رجالة أقوياء يقدروا يشيلوا صناديق. بيعرف إنهم مش محتاجين دكتور معاهم دلوقتي علشان كده بيسيبه وبيمشي. بعد شوية بيروح وتشوك وبيقابل البحارة الجداد اللي اختارهم وبيطلب منهم يبدأوا شغلهم على طول ويطلعوا صناديق على السفينة. فعلا بيبدأوا كل واحد منهم يشيل صندوق ويطلع بيه لحد ما بيشوف واحد من البحارة الجدد رمز التنين اللي موجود على واحد من الصناديق، وساعتها بيتفزع ويفضل يقول إنه مش هيشتغل في الصناديق دي وبيكون خايف جدا، وبيقرر إنه يسيب الحبل اللي كان ماسك بالصندوق ويجري. ساعتها الصندوق توازنه بيختل ويكون هيقع على توبي اللي بيكون بالصدفة بيلعب في مكان قريب من السفينة. لكن لحسن الحظ قبل ما الصندوق يقع على طول بيجري كليمنس وبيلحق توبي وبيشيله من على الأرض قبل ما الصندوق يقع عليه. والقبطان إليوت بيشوف اللي بيحصل وبيؤمر رجالته يمسكوا البحار المجنون اللي ساب الصندوق ده. لكن البحار بيفضل يقول إنه مش هيشتغل في الصناديق دي وبيكون خايف وبيمشي بسرعة من المينا كله. في الوقت ده بيوافق القبطان إليوت إن كليمنس يشتغل معاهم بعد الموقف اللي عمله مع حفيده توبي وأنقذ حياته بيه. فعلا بيروح توبي يتمشى مع كليمنس وبيفرجوا على السفينة من جوه وبيعرفوا أوضة جده القبطان فين والمكان اللي فيه الحمولة وكل حاجة، وبيعرفوا إن لو احتاج لمساعدة ممكن يخبط على خشب السفينة. ساعتها كل البحارة هيسمعوه وهيجوا علشان يساعدوه. فآخر حاجة بياخدوا علشان يعرفوا على جوزيف الطباخ وبيقولوا إن كليمنس دكتور وبحار وهيكون معاهم في الرحلة بتاعتهم. في الوقت ده بيكون القبطان إليوت قاعد بيسجل تفاصيل الرحلة وبيكتب ميعاد التحرك بتاعهم والحمولة اللي معاهم على السفينة، وهي عبارة عن قطن تركي وصناديق بترول وعددهم 50 صندوق مقفول ومحدش عارف إيه اللي جواهم. وبعد شوية بيقعد إليوت مع ويتشك وبيقول له إنهم متوقعين يوصلوا لندن يوم 6 أغسطس اللي جاي، وبيعرفوا إن دي هتكون آخر رحلة ليه في البحر وإنه قرر يعتذر ويقعد يربي توبي ويعيش معاه لأنه ملوش حد تاني بعد ما مامته ماتت وسابته ليه. وبيعرف ويتشوك إنه هيخليه هو القائد من بعده وهيسلمه المركب وطاقم البحارة وكل حاجة. وبعد شوية بيتحرك كل طاقم البحارة علشان يقعدوا مع بعض وياكلوا، بس لما هما بياكلوا بيتفاجئوا بالكلب بتاع توبي جاي جنبه وبيسيبهم ويمشي. وبيقوم وراه كليمنس وبياخد معاه توبي وبيروح وراه وبيقولوا إنه عايز يوصل لهم رسالة. فعلا الكلب بيفضل ماشي لحد ما بيوصل من المخزن، وهناك بيشوفوا إن كل الحيوانات اللي كانت في الصناديق بتعمل أصوات وباين عليهم إنهم خايفين من حاجة. وبيطلب كليمنس من توبي إنه يروح يقول لجده القبطان على اللي حصل لحد ما هو يدور أكتر في المخزن. وبيبدأ كليمنس يفتش في المخزن وبياخد باله من واحد من الصناديق وبيكتشف إن اتفتح وقعت الحاجة اللي كانت جواه. ولما بيقرب كليمنس من الصندوق بيعرف إن جواه بنت، بيعرف بعد كده إن اسمها أن، يكون وضع عليها إنها تعبانة ولون جلدها متغير ووضع عليها الإرهاق. بياخدها كليمنس علشان يكشف عليها في أوضة الفحص، ويروح إليوت وتشوك علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. وتشوك بيقول لهم إن دي أكيد ركبت معاهم من غير ما حد ياخد باله وهم لازم يتخلصوا منها ويرموها في البحر علشان وجود ست معاهم على السفينة ويعتبر إن دي شؤم وممكن يسبب لهم الحظ السيء. لكن كليمنس بيرفض وبيقول إنها محتاجة نقل دم وحالتها خطر ولازم تتعالج، واقترح عليهم إن يعالجها وممكن يسلموها في أقرب مينا هيوصلوا ليه. لكن برضه تشوك بيرفض وبيقول لهم إن ده هيسبب لهم تأخير ولو اتأخروا مش هيوصلوا لندن يوم 6 أغسطس وده الميعاد المحدد لهم وبالتالي مش هياخدوا المكافأة بتاعتهم. فالشاب ده بيقترح إنهم يتخلصوا منها. في الوقت ده بيتدخل إليوت وبيقول لهم إنه موافق إنها تفضل معاهم على السفينة لحد ما حالتها تتحسن، ويعرفهم إن يقسم الأكل والشرب بتوعه معاها. في الوقت اللي بيبدأ فيه كليمنس ينقل لها دم من عنده
بنشوف إن في كائن غريب بدأ يتحرك في المخزن لكن محدش حاسس بيه ولا يعرف عنه أي حاجة. بعد شوية بيطلب كليمنسي من توبي إنه يفضل جنب البنت لحد ما تخف وتبقى كويسة. بيطلع كليمنسي علشان بيكون هو اللي عنده نوبة حراسة ليلية، هو وواحد تاني من طاقم البحارة. بيبدأ الحارس يتكلم مع كليمنسي إنه مش متفائل بوجود بنت معاه مع السفينة وده نزيه الشؤم. تاني كليمنسي بيقول له إن دي تكاليف كلها ومش هتفرق، إنهم في النهاية المهم إنهم يوصلوا لندن بخير، وبيبدأ كل واحد فيهم ياخد مكانه في السفينة. ويقول الحارس إن لو احتاج أي حاجة يخبط ليه على السور بتاع السفينة، وكده كده هي مصنوعة من الخشب والصوت هيسمع في كل مكان. وبعد شوية بيتحرك الحارس وبيبص بالمنظار بتاعه على البحر وبيشوف شخص مرعب قدامه وبنعرف إن دراكولا. وبص مرة تانية بيلاقيه مش موجود. ويفضل ينادي على كليمنسي وبيقول إن في حاجة مش مظبوطة في السفينة دي وهو حاسس إن فيها شر كبير، لكن كليمنسي بيكون مش مقتنع بالكلام بتاعه ده. في الوقت اللي هما بيتكلموا فيه ده بنشوف الكلب بتاع توبي وهو حاسس بحركة مش طبيعية حواليه. بعد شوية بنكتشف إن الكلب مات بطريقة غريبة وكأن في حد عضه من رقبته ومص دمه. بيكون كل الحيوانات اللي في المخزن ماتوا كلهم بنفس الطريقة دي. بيروح علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل، بيقول حد من البحارة إن ممكن يكون فيروس انتشر في الحيوانات، لكن كليمنسي بيقول لهم إن مفيش أثر لعضة حيوان والأثر اللي هو شافه ده الكائن غريب. ويفضل كل واحد في اللي موجودين يحاول يتوقع مين اللي ممكن يكون عمل كده ومش بيوصلوا لحل منطقي. في النهاية بيطلب منهم اليوت إنهم يتخلصوا من جثث الحيوانات كلها في البحر وما يسيبوش لها أي أثر. بعد شوية بنشوف واحد من طاقم السفينة اسمه بتروفسكي وسامع صوت حركة غريبة على ظهر السفينة وبيحاول إن يستغيث وينادي على حد، وبياخد باله من الغرفة الخشبية اللي السقف بتاعها مكسور. فجأة بيظهر من وراه دراكولا وبيخلص عليه. وبعد شوية بيطلع كليمنس بيعرف إنه مات وبيضرب على طول برس الإنذار علشان الناس تيجي تساعده. ساعتها بيتهمه وتشوك إن هو اللي قتله، لكن كليمنس بيقول إن لو عمل كده ما كانش هيضرب جرس الإنذار وكان هيعمل نفسه متفاجئ زيهم. وبيحصل مشادة كلامية بينهم هما الاتنين لحد ما بتطلع أما من أوضتها وبتقول لهم إنه موجود معانا وهيخلص علينا كلنا، هو دلوقتي على السفينة ومحدش هيقدر يعمل له حاجة. فبيروح كليمنس بيحاول إنه يهديها وبيقول لها تيجي معايا لحد ما تهدى ويتكلموا مع بعض. فعلا بتروح معاه وتقعد لحد ما بتهدى شوية، وساعتها بتقول له إن في القرية اللي جت منها كان في وحش أسطوري عايش في قلعة، والوحش ده هو دراكولا وكان بيتغذى على دم الريفيين، وهو اللي جابني على السفينة هنا علشان يتغذى عليا. ساعتها بيبقى كليمنس يسألها عن دراكولا وعن شكله وإذا كان إنسان ولا لأ، وتقول إنه مش بني آدم لكنه بيقدر ياخد هيئة البشر ويتنكر فيهم علشان يصطاد الفرايس بتاعته ويقرب منها من غير ما حد يخاف منه وبعد كده يخلص عليها. وبعد شوية بيكون نوبة الحراسة لفرضين هما لارسي والجرين، الاتنين بيكونوا خايفين ما أدري اسمه اللي حصل للحيوانات. كل واحد فيهم بيكون في اتجاه وبيقولوا لبعض لو حصل حاجة يخبطوا على السفينة علشان الاستغاثة. لكن في الوقت ده بيظهر دراكولا ورا لارسن ويخلص عليه، والجرين لما بيشوفوا المنظر ده بيترعب، بيطلع بسرعة على الشبك اللي في ساري السفينة، لكن دراكولا بيطلع وراه علشان يهدد. بسبب اللي حصل ده وإن محدش من الاتنين الحراس ماسك دفة السفينة فالتوازن بتاعها بيختل، وده بيتسبب في إن كل البحارة بيصحوا بيطلعوا على سطح السفينة علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. وساعتها بيلاحظ كليمنز إن في بقع دم على توبي من فوق. لما بيبص فوق بيشوف الجرين وهو متعلق في الحبال بتاعة السفينة وبيفكوه على طول. أول ما بينزل بيكون في أثر لعضة قوية جدا في رقبته، فوق بيفضل يهروس ويكون واضح عليه الخوف ومش عارف هو بيقول إيه كويس، لكنهم بياخدوه بسرعة على أوضة الفحص وبيحاول كليمنز إنه يخيط له الجرح ويعالجه. بيسألوه إيه اللي حصل وإذا كان الجرح ده ممكن يكون من الحبال اللي اتعلق فيها ولا لأ. بيقول لهم إن هدمه كان قوي وسريع جدا واللي عضه العضة دي، وأكيد هو اللي عمل كده للحيوانات لأنه عضهم بنفس الطريقة. ساعتها القبطان بيكون زعلان جدا ومحبط وبيكتب في الأجندة بتاعته كل اللي حصل بالكام يوم اللي فاتوا من أول موت الحيوانات لحد اللحظة اللي هم فيها دي، ودي في كائن شيطاني وشر كبير بيهاجم رجالته على السفينة ويخلص عليهم كلهم. ويطلب القبطان اليوت منهم إن نوبة الحراسة الليلية النهاردة يكون معاهم سلاح ويخلوا بالهم من أي حد يهاجمه، وبيطلب من ويتشك إنه يروح يفتش السفينة كلها ويدور على أي حاجة مش طبيعية موجودة ويخلص عليها. بيطلب من توبي إنه يروح على أوضته ويقفل على نفسه وما يفتحش أبدا لما يقول له. فعلا بيروح توبي على أوضته وبيقفل على نفسه. شوية بيكون مقطوع بالشمس وده بيخلي حالة الجرين تسوء وبيبدأ يحس التشنجات وعينه لونها بيتغير للأبيض. ده بيكون توبي في أوضته وبيحس إنه سامع أصوات مش طبيعية، ويبدأ يدور على مصدر الصوت في كل مكان في الأوضة. شوف إن مصدر الصوت ده هو الجرين اللي بدأ يتحرك ناحية أوضة توبي. توبي لما بيشوفه ماشي على رجله بيفرح وبيسأله عن حالته دلوقتي وإذا كان اتحسن ولا لأ، لكن المشكلة إن توبي بياخد باله من لون عين والجرين اللي بقى لونها أبيض وشكله مرعب. ويفضل الجرين يبص على توبي نظرات كلها رعب. بيجري بسرعة توبي بيروح على أوضة جد القبطان وبيقفل على نفسه الباب وبيفضل يخبط على الخشب علشان البحارة يسمعوه حد يجي يساعده، لكن المشكلة إنه الجرين بيفضل يخبط دماغه في الباب بشكل غريب علشان يكسره ويعمل فتحة. فعلا بيفضل يخبط دماغه أكتر من مرة لحد ما بينجح إنه بيعمل فتحة في الباب وبيمد إيده علشان يفتحه. في الوقت ده بيكون البحارة على سطح السفينة يسمعوا الخبط بتاع توبي، تعرف إنه بيستغيث بيهم وبيطلب مساعدة وعلى طول بيجروا علشان يلحقوه.
يكون كليمنس معاه بندقية، وأول ما بيوصل بيهجم الجارين على كليمنس. بيجي بقى البحارة والقبطان إليوت وبيساعدوه، وبيفضل إليوت ينادي على حفيده توبي ويسأله عن مكانه. توبي في الوقت ده بيكون مستخبي وخايف يتكلم، وده بسبب إن شاف دراكولا في الأوضة اللي هو فيها. ويفضل إليوت ينادي عليه لحد ما بتظهر آنا وبتضرب القفل علشان تفتح الباب. إليوت وكليمنس بيتصدموا لما بيشوفوا دراكولا قدامهم في الأوضة، وفجأة بيختفي وبيهاجم توبي. ولما بيدخلوا علشان يطمنوا على توبي بيتفاجئوا إنه اتعض عضة قوية جدا في رقبته. والقبطان إليوت بيكون مصدوم لما ده بيحصل. بيقرر إن ينقل له دم من عنده علشان هو شاف إن الطريقة دي جابت نتيجة مع آنا خفت. وبيقرر إنه يفضل قاعد جنبه لحد ما يطمن عليه. بيكون كل البحارة ماسكينه والجارين ورابطينه في العمود بتاع السفينة على السطح علشان يعرفوا منه هو ليه عمل كده وهاجم توبي. لكن البريد بيكون مش قادر يتكلم، وبيكون واضح عليه إنه مصاب بعدوى وإنه اتحول لمصاص دماء هو كمان. كروينز بيقول لهم إن العدوى دي أول مرة في حياته يشوفها أو يسمع عنها، مش عارف عواقبها ممكن تكون إيه. بس لما هما بيتكلموا بدأت الشمس تطلع، وساعتها بيبدأ جلده والجرين يتحرق لحد ما بيتحرق بالكامل، وبيكون عمال يصرخ بصوت عالي جدا وبيتألم. فبيقرر ويتشيك إنه يضربه بالنار علشان يموت بسرعة من غير ما يتألم الألم ده. بعد شوية بيبدأ كليمنس يفهم إن دراكولا لما عضه وفضل عايش قدر إنه ينقله صفات مصاصين الدماء. بيقول لهم إن اللي حصل مع أولدرين هيحصل مع توبي بالظبط، فإنه كمان اتعض بنفس الطريقة والدم انتقل ليه. لكنه بيكون متفائل إنه ممكن يرجع زي ما كان، خصوصا إن القبطان بنقول لي دم من عنده، وده ممكن يخليه يعوض الدم بتاعه. بس ويتشيك بيقول إن حاسس إن ده ممكن ما يحصلش، خصوصا إن توبي صغير في السن ومحدش عارف ممكن يستجيب للبقلاب ده ولا لأ. ويطلب من كليمنس إنهم يركزوا دلوقتي على نوبة الحراسة علشان الموضوع ده ما يتكررش مع حد تاني. ساعتها بيقرر كليمنس إنه ينزل يدور في كل الصناديق لحد ما يعرف الصندوق اللي فيه دراكولا ويخلص عليه. كان بينزل وبياخد معاه أنا اللي طلبت منه إنها تساعده. ولما بينزلوا بيفضلوا يراقبوا في أوراق الحمولة ويفتشوا في الصناديق لحد ما بيلاقوا صندوق شكله غريب. ولما بيفتحوه بيتفاجئوا إن فيه دود، إن فيه عصاية شكلها غريب، فبيعرفوا إن ده الصندوق اللي جه فيه دراكولا. في الوقت ده بنشوف جوزيف الطباخ لما قرر إنه يطلع على سطح السفينة ويضرب الحارس اللي عنده رؤبة حراسة ليلية على دماغه. بياخد قارب النجاة الصغير ويهرب لوحده من غير ما يقول لحد. فعلا بياخد المركب وبيبعد عنهم مسافة، وبيكون فاكر إن كده فلت من الجحيم اللي على السفينة وبقى في أمان. لكنه بيفاجئ بعد شوية إنه بيدخل منطقة كلها ضباب ومش شايف منها أي حاجة. وساعتها بيشوف كائن بيطير ناحيته لحد ما بينزل عن المركب الصغير اللي هو سايقها، وبيعرف إن ده دراكولا وبيخلص عليه في ثواني. بعد شوية بيتفاجئوا كلهم بالمركب اللي كان عليها جوزيف وهي راجعة على السفينة مرة تانية، لكنها غرقانة بدم جوزيف. وتاني يوم بيقرر البحارة إنهم يرموا جثة توبي في البحر بعد ما خلاص مات. لكن القبطان إليوت بيكون رافض وبيقول لهم إنه ماتش وشافه بيتحرك من شوية ولسه عنده إحساس إنه عايش وممكن يتعالج. وبيروح علشان يكشف وشه، لكن بيكون شكل توبي مرعب ومخيف وعينيه لونها أبيض. فبيقوم من مكانه علشان يهاجم جده. بس المشكلة إنهم بيكون وقت ظهور الشمس، وده بيخلي توبي جسمه يتحرق والنار بتكون مسكت في إليوت. البحارة كلهم بيتدخلوا وبياخدوا الجثة يرموها في البحر ويتخلصوا منها بسرعة. وبعد شوية كليمنس بيروح يقول لويتشيك إن عنده خطة ممكن يخلص بيها على دراكولا، وبيقول لويتشيك إن ده مستحيل يحصل. بيعرفوا كليمنس إنه كان الشخص الأسمر الوحيد اللي قدر يتخرج من كلية الطب بسبب مباشرته ملقاش شغل، فقرر ينضم لهم على السفينة. وبيعرفوا إن ممكن يكون خسر معركته ضد البشر وملقاش شغل، لكن مستحيل يخسر معركته ضد الوحش ده ولازم يخلص عليهم. فلما بيجتمع كليمنس وويتشيك وباقي طاقم السفينة وبيقول لهم كليمنس إن الحل الوحيد إنهم يغرقوا السفينة قبل ما توصل لندن. ساعتها ممكن كلهم يركبوا في قارب الإنقاذ ويهربوا بيه. بس ويتشيك بيرفض وبيقول لهم إن السفينة دي تبقى بيته ومستحيل يعمل فيها كده. لكن كليمنس بيفضل يقول له السفينة هي البحارة مش مجرد خشب، وده ممكن يلاقي سفينة تانية ويكون عليها نفس طاقم البحارة دول ويحس إن لسه في البيت برضه. فاقتنع ويتشيك وبيقول إنه موافق، بس بشرط إن هو اللي يدمر السفينة بنفسه. وبيبدأوا فعلا الخطة بتاعتهم، وبتكون إن هانا بتطلع على دفة السفينة، اللي هي أكتر واحدة بتحس بدراكولا، وهي البحارة هيكونوا مستخبين ومعاهم السلاح بتاعهم مستعدين للحظة ظهور دراكولا يهجموا عليه ويقتلوه. فلما بيروح القبطان إليوت علشان يقولوا له على الخطة بتاعتهم بيرفض القبطان وبيهددهم إنه يخلص عليهم كلهم. بيقول لهم إن دراكولا وعده لما يوصلوا لندن هيرجع له توبي. ساعتها بتقول ده إن دراكولا مسيطر عليه ومش هيرجع له توبي، وبس بيضحك عليه علشان يسيبه عايش، إنما في الحقيقة هو مش عايز يعمل حاجة غير إنه يخلص عليهم كلهم. ده بيبدأ كليجيا ده خصوصا لما بتديله أن السلسلة بتاعة توبي وبتقول له يحتفظ بيها علشان يفضل فاكر حفيده. فعلا بعد شوية بيطلعوا على سطح السفينة وبيجهزوا الخطة بتاعتهم. كتاكا الضباب بيمنع المكان وبيقفلوا كلهم مش شايفين كويس بسببه. ساعتها بتقول أن لكلبينس إنها حاسة بدراكولا حواليهم، بس هو عارف الخطة بتاعتهم ومش هيقع فيها بسهولة. في الوقت اللي بيظهر دراكولا وبيكون ليه أجنحة وبيقدر يطير وبيهاجم واحد من البحارة وبيخلص عليه. بعدها بيهاجم ويتشيك وبيوقعه من فوق، بيخليه يقع على رجله وتتكسر، ويبدأ يهاجم كل طاقم السفينة واحد واحد. القبطان إليوت بيحاول يتحكم في دفة السفينة، لكن دراكولا بيهاجمه هو كمان، وبيفضل كليمنس ينادي على دراكولا ويستفزه ويقول له إنه مش خايف منه مستنيه.
ساعتها بيظهر دراكولا بيروح علشان يهاجم كليمنس، وكليمنس بيفضل يقول له أنا مش خايف منه، فبيجرحه دراكولا في رقبته بيقول له إنه كده كده لازم يخاف منه علشان هيمص دمه دلوقتي. فكان في الوقت ده أن بتضرب عليه نار ويسيب كليمنس بيروح علشان يهاجم أن. بيجي كليمنس وبيضربه في ظهره، وساعتها بيهجم على كليمنس. في الوقت ده أن بتقطع الحبل اللي ماسك الساري بتاع السفينة، بتخلي الخشب يقع على دراكولا وبتنط هي وكليمنس في المية، وبيكونوا فاكرين إنهم كده خلاص خلصوا على دراكولا. تشوف إن دراكولا قدر يحرر نفسه وخرج من السفينة قبل ما تتدمر. وبعد شوية بتفضل السفينة ماشية لحد ما بتوصل على شواطئ لندن، والشرطة بتشوفها بتروح علشان تبلغ رئيس الشرطة، وده اللي حصل في أول الفيلم. في نفس الوقت ده بنشوف كليمنس وأنا هما ماسكين في لوح خشب بيحاولوا يهوموا ويطلعوا على الشط، لكن أنا بتعرف إنها اتصابت وبتقرر إنها تبعد عن كليمنس لأنها بتعرف إنها تتحرق، وبتكون مش عايزة تأذيه، فجسمها كله بيتحرق وبتموت. أما كليمنس بيوصل لموقع في لندن، وهناك بيسأل على الدير اللي كان رايح دراكولا. والوقت ده بياخد باله من العصاية بتاعة دراكولا اللي شافها على السفينة، وبيشوف إن دراكولا موجود معاه في نفس المقهى ومتنكر في هيئة بشرية. كليمنس بيحس في الوقت ده إن مكان الجرح اللي حصل في رقبته بيوجعه وكان لسه متعور دلوقتي، ولما بيبص على دراكولا في المكان بيتفاجئ إنه اختفى ومالوش أثر، فبيخرج من المقهى وبيقول إن هينتقم من دراكولا وهيجيب حق كل الناس اللي اتأذت بسببه. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.